اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد، ودي تقريبا اول مره هكلمكم فيها عن المسلسلات القصيره اللي انت لازم فعلا تشوفها. كل مسلسل في الفيديو ده هيكون بالكتير موسمين، مثلا 11 مسلسل رعب واكشن وغموض وكل اللي انت نفسك فيه. فقبل ما نبدا ما تنساش ان انت تنزل تعمل لايك للفيديو حالا بالا فعلا، ولو دي اول مره تشوفني ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده كده لو حابب يعني انت تشوفني تاني. هنوصل الفيديو بقى 3000 لايك ويلا بينا نبدا بالمسلسل رقم 11. مسلسل فروم، رعب نفسي وغموض من النوع كده اللي يخليك قاعد على حرف الكرسي وانت بتتفرج. وصح المسلسل ده من نفس صناع مسلسل لوست، فانت هتشوف حاجه مميزه. واحد وصف المسلسل ده وصف عجبني، قال لك لما ذا ووكينج ديد ولوست يتجوزوا هيخلفوا لنا مسلسل فروم. بعد غروب الشمس بتبدا تظهر كائنات وحوش على شكل بشر بيقتلوا اي حد بره بيته او معهوش التعويذه، والتعويذه دي هي الوحيده اللي تقدر تمنع الوحوش ان هي تدخل لاي مكان. وكل اللي بيحصل ده في مكان منعزل عن الحياه. الناس الموجودين في القريه دي ما يعرفوش هم ازاي وصلوا هنا، كلهم جايين من اماكن مختلفه، كل واحد كان سايق عربيته وفجاه لقى نفسه في المكان ده، لحد بقى ما بتوصل عيله جديده للمكان، وهنا بتبدا احداث المسلسل. المسلسل اول حلقتين بيعرف يشدك ويخليك كده عندك كميه اسئله ملهاش اجابات، فانت احتمال تلاقي نفسك كده عمال تشوف حلقه ورا حلقه من غير ما تحس. ونوصل لتقييم المسلسل على موقع IMDb 7.5 من 10. اما بقى تقييم الشخص المتواضع يعني فمن 7.5 ل 8 من 10. المسلسل رقم 10، قصه مختلفه، حاجه كده ممكن تعبر عنك وانت بتتفرج. المشاكل اللي بتقابلك وانت بتحاول تبني حياتك، الماضي بيحبطك والمستقبل مليان قرارات انت مش عارف تروح فين وتعمل ايه. البطله بتعاني في حياتها عشان تقدر توصل للي هي عايزاه. مسلسل ميت، جرعة كبيرة من الدراما والواقعية، لا خيال ولا رعب ولا حاجة، بس مسلسل شفته حقيقي بيعبر عن تساؤلات كتير لناس بتبدأ حياتها. أليكس هي أم منفصلة بتبدأ حياة جديدة مع طفلها اللي عنده 3 سنين، بتحاول وبتكافح عشان تلاقي شغل كويس، ولكن للأسف الوظيفة مش أحسن حاجة. تقريبا المسلسل ده يمكن هو الوحيد في القايمة دي اللي هو درامي بشكل كبير. المسلسل تقييمه على IMDb 8.5 من 10. أما بقى تقييم الشخصي فهو 7.5 من 10. ونخش بقى على المسلسل رقم 9، تمثيل قوي جدا جدا جدا، حوارات عميقة وتستحق ان انت تركز فيه. المسلسل كتابيا من اقوى المسلسلات في القائمة دي. المسلسل المأخوذ من قصة حقيقية، مسلسل Unbelievable. العالم صعب، حوادث ممكن تبان لك ان هي خيالية ولكنها للأسف بتحصل فعلا. كوكب الارض دلوقتي لازم له علامة -18 لان اللي بيحصل مش للاطفال ابدا. ماري هي بطلة القصة، بتتعرض للاعتداء في شقتها وبتبدأ التحقيقات، ولكن المفاجأة ان هي بعد كده بتتنازل عن القضية وما بيوصلوش لأي حاجة. بس بعد 3 سنين المحققين بيكتشفوا قضية تانية مشابهة ليها جدا، وهنا بيرجعوا للقواضي القديمه وخصوصا قضيه ماري. المسلسل من انتاج نتفليكس، مكون من 8 حلقات، بطوله كايتلين ديفر اللي عملت الدور وجسدت التوتر والظلم اللي اتعرض له. المسلسل فعلا صعب وبيعبر عن الحوادث المأساويه اللي بتحصل. تقييم المسلسل على IMDb 8.4 من 10. اما بقى تقييم الشخصي للمسلسل فهو 8 من 10. ونوصل للمسلسل رقم 8 في الفيديو، مناورة الملكة ذا كوينز جامبت، واحد من اقوى المسلسلات اللي انت ممكن تشوفها في عدد حلقات قليله، والمسلسل زائد 18 فخد بالك وانت بتتفرج بقى. بنت يتيمه عبقرية في لعبة الشطرنج، مدمنة للمهدئات، بتعيش في عالم بينبذها بيسيطر عليه الأفكار التقليدية في هيمنة الراجل للعبة الشطرنج. بنت أمها بتتعرض لحادثة وهي عندها 9 سنين، وبتروح لدار أيتام، وهناك بقى بتتعرف على حارس المبنى اللي بيعلمها لعبة الشطرنج. ومن هنا بقى بتبدأ قصة المسلسل. موسم واحد بس، مكون من 7 حلقات، وكل حلقة ممكن توصل لساعة، ولكن الأحداث فيها ممتعة جدا. تقييم المسلسل على IMDb 8.6 من 10. أما بقى تقييم الشخص المتواضع فهو 8 من 10. لو وصلت بقى لهنا فاعمل لايك للفيديو قبل ما نخش على المسلسل رقم 7. لو بتحب الغموض والبناء الدرامي المقنع، مع ان المسلسل ده خيالي ولكنه مش رعب، هو اقرب لقصص الاشباح. قصه متماسكه تخليك كل حلقه كده عايش معاهم في احداث المسلسل، مش فارق معاك اللي هيحصل ولكنك بتتفرج كده عشان تشوف حكايات مثيره للاهتمام والغموض لابعد درجه. مسلسل ذا هانتنج اوف بيلي مانور من نفس صناع مسلسل ذا هانتنج اوف هيل هاوس. قصه المسلسل عن بنت اسمها فلورا واخوها مايلز، ابوهم وامهم بيتعرضوا لحادثه وبيموتوا، وعمهم بيوظف مربيه عشان تقعد معاهم. ولكن بقى ايه اللي بيحصل جوه القصر بيخلي كل الناس تخاف ان هي تشتغل هناك، وكمان ايه اللي حصل اصلا للمربيه دي؟ كل دي اسئله هتكون عندك من اول حلقه في المسلسل. اجواءه مختلفه عن باقي المسلسلات ومش هتبقى عايز تخلصه وانت بتتفرج. بس من احلى الحاجات بقى اللي انت هتستمتع بيها وهي الشخصيات، بيقوم بيها ممثلين يعني هم نفسهم مقتنعين بالشخصيه. فمسلسل غموض من الطراز الاول. تقييمه على IMDb 7.4 من 10. اما بقى تقييم الشخص ليه ف8 من 10. دلوقتي بقى احنا بدأنا نخش على المسلسلات التقيله اللي انت
انت مش هتنساها بسهوله، وممكن تحطها في افضل مسلسلات انت شفتها عامه. يعني المسلسل رقم 6 معانا هو جرعه من الحزن والكآبه والاكتئاب واي حاجه ليها علاقه ان هي تحول مزاجك الى سيء. بس مش معنى كده ان المسلسل وحش، بس انت هيكون عندك كميه غضب وكره كده بعد ما تخلص المسلسل ده، لانه للاسف قصه حقيقيه ومأساويه جدا. Why They See Us. في فتره الثمانينات في امريكا كان في رفض لاصحاب البشره السمر، معترف بيهم قانونيا عادي، ولكن الشعب الامريكي نفسه مش متقبلهم، بيعاملهم معامله سيئه، واي حد بقى منهم بيتورط او بيتم اتهامه في اي قضيه الدنيا بتقوم عليه. في يوم 5 شباب بينزلوا بالليل عادي جدا بيتمشوا وبيشوفوا ناس مجموعه تانية بيعتدوا على واحده، وطبعا المجرمين الحقيقيين هربوا، ولكن تم القبض على ال5 شباب دول. ومن هنا بقى بتبدا احداث المسلسل وبنشوف كميه الظلم اللي هم تعرضوا له. حقيقي المسلسل صعب ومؤثر ومش لاي حد يتفرج عليه، بس الاكيد ان انت لو شفته فمش هتنساه بسهوله. تقييم المسلسل على IMDb 8 و9، اما بقى تقييم الشخص المتواضع 8.5 من 10. ووصلنا اخيرا للمسلسل رقم 5، فلو لسه مش عامل لايك انزل اعمل لايك دلوقتي، اشترك في القناه عشان الحاجات دي كده بتفرق بصراحه. المسلسل اللي بيقال ان هو مأخوذ من قصه حقيقيه برضه، وهو الاخ الكبير لمسلسل هانتنج اوف بيلي مانور اللي كلمتكم عليه من شويه، مسلسل ذا هانتنج اوف هيل هاوس. احد النقاد وصف المسلسل ده بان هو مش هيقدم لك رعب عادي، ده رعب نفسي هيخليك قاعد على اعصابك، ويعني بتتمنى كده ان الاحداث تخلص عشان بس ترتاح كده وتاخد نفس. الصراحه وصف مظبوط، ان جنب الرعب المتميز في المسلسل ده فعندنا المؤثرات الصوتيه اللي فعلا فرقت معايا وانا بتفرج. لو انت ليك في اجواء الرعب في المسلسلات فذا هانتنج اوف هيل هاوس ما ينفعش يتفوت. قصر مسكون بالاشباح، الاب بينجح انه يهرب هو واولاده، لكن الام هي الوحيده اللي بتبقى وبتواجه نهايتها، وبنشوف بقى الاحداث بعدها بتمشي. تقييم المسلسل على IMDb 8 و9، اما بقى تقييم الشخص للمسلسل فمن 8.5 ل 9 من 10. ونخش على المسلسل رقم 4، هو تقريبا اجدد المسلسلات في القائمه دي، من المسلسلات اللي نزلوا السنه اللي فاتت، ولكن فكرته عبقريه لابعد درجه. تخيل كده تعمل عمليه اسمها شطر، تفصل مخك الى 2، يعني حرفيا هيبقى عندك شخصيتين عايشين في عقل واحد. اول ما تخش شغلك بتنسى حياتك اللي بره، ولما تطلع من الشغل ما بتعرفش انت كنت بتشتغل ايه اصلا. الفكره نفسها اما تفكر فيها فهي مرعبه، والمسلسل ناقشها بكل جوانبها، وكمان موعودين بموسم تاني، لكن دلوقتي في موسم واحد بس، فانا بعتبره من المسلسلات القصيره. فطبعا انصح بمشاهده مسلسل سيفرنس، وتقييمه على IMDb 8 و7. اما بقى تقييم الشخص يعني فهو 9 من 10. ومع ان احداثه مش اسرع حاجه، ولكن الفكره نفسها بالنسبه لي كانت مستفزه، ازاي واحد يقبل على نفسه ان هو يعمل عمليه زي كده. هانت هي قربنا نخلص، بس المسلسلات الجايه عارفين كده لما يقول لك انا نفسي افقد الذاكره عشان ارجع اتفرج عليهم من الاول، بالظبط ال3 مسلسلات دول يستحقوا الجمله دي. مسلسل بلاك بيرد المأخوذ من قصه حقيقيه. تخيل كده بعد ما يتحكم عليك بالسجن 10 سنين، بعدها بيتعرض عليك صفقه اسمها صفقه الحريه، ولكن بمقابل طبعا هتحاول تتعرف على واحد من اخطر المجرمين، مريض نفسي. لاري ارتكب جرائم كتير وقتل اكتر من بنت، لكن لحد دلوقتي ما قدروش يوصلوا لمكان الجثث بتاعته، ولازم بقى جيمي يقدر يوهم لاري ده ان هو صاحبه بحيث يعترف له بالجرائم اللي هو عملها. كل ده طبعا جوه السجن، وحكم الاستئناف بتاع المحكمه لقضيه لاري خلاص قربت، وبما انهم مش ماسكين عليه حاجه لحد دلوقتي فهو هيطلع عادي. فجيمي بقى بيحاول في اسرع وقت ان هو يوصل لكل المعلومات. مسلسل التمثيل فيه كان عظيم، احداث تخليك كده قلقان وانت بتتفرج وبتتعاطف مع جيمي، مع ان المفروض ان هو مسجون، ولكن طريقته وادائه هيخليك فعلا تتمنى ان هو ينجح. المسلسل اترشح لاكتر من جائزه السنه اللي فاتت، ولكني شايف ان التقييم بتاعه مظلوم. تقييم المسلسل على IMDb 8 و1 بس، لكن تقييم الشخص المتواضع للمسلسل فهو 9 من 10، لان فعلا المسلسل معمول عشان يحكي لك قصه 6 حلقات من A to Z، ما بيدخلكش بقى في اي حوارات ملهاش لازمه، لكن القصه متماسكه جدا. ونوصل للمسلسل رقم 2، واحد من المسلسلات اللي لحد دلوقتي اما حد كده يعني بيوقفني يقول لي رشح لي مسلسل بسرعه كده لازم برشح له المسلسل ده، لانه بنسبه 90% فهو هيعجب اي حد يتفرج عليه. مسلسل 11/22/63. لازم تعرف كده ان المسلسل ده من ستيفن كينج وسفر بالزمن، فاكيد يستحق ان انت تتفرج عليه. جاك بيتم الاقتراع عليه من واحد صاحبه ان هو يرجع بالزمن لسنه 1960 بجهاز بيلاقيه بالصدفه في المطعم بتاعه، وبيقول له ان هو لازم يرجع في الزمن ده تحديدا عشان يمنع عمليه اغتيال جون كينيدي. ولكن اما جاك بيقبل وبيرجع فعلا بالزمن فالامور بتتعقد. مش هقول لكم غير ان هو بيقابل بنت بتغير له حياته وبس كده. المسلسل تصنيفه خيال علمي ورومانسي، ميكس عجبني بصراحه، مع اني يعني مش بحب اتفرج على رومانسي كتير او ما بحبش اتفرج عليه اصلا يعني. من بطوله جيمس فرانكو. تقييم المسلسل على IMDb 8 و2، اما بقى تقييم الشخص للمسلسل 9 من 10. وصح يا جماعه قبل ما اقول لكم المسلسل رقم 1 في الفيديو، عايز افكركم ان الفيديو ده من غير ترتيب، كل مسلسل قلت لك التقييم بتاعه على IMDb والتقييم الشخصي بتاعي، بس المسلسل اللي جاي بقى سواء كنت هرتب المسلسلات او لا فهو رقم 1 في كل الاحوال، لانه
ومش بس يا جماعه واحد من افضل المسلسلات القصيره اللي انا شفتها، هو واحد من افضل المسلسلات اللي انا شفتها عامه. مسلسل ترو ديتكتيف هو 3 مواسم، ولكن كل موسم بقصه وفكره مختلفه، وحتى الممثلين مختلفين. وهنا انا بتكلم عن الموسم الاول تحديدا، واحد من اجمل واعظم المسلسلات اللي انا شفتها. عارف كده لما حد يقول لك الاختصار المفيد، هو ده. المسلسل ما فيهوش مشهد واحد بس مش مفيد في القصه، كل كلمه بتتقال ليها هدف ومعنى لبناء الشخصيه وتطويرها. من بطوله ماثيو ماكونهي وودي هارلسون اللي ترشحوا لافضل ممثلين، ولكن للاسف المنافسه كانت صعبه لان وقتها كان بيتعرض بريكنج باد في اواخره، وبرده كان معاه جيم اوف ثرونز. بس اجمالا المسلسل اترشح لاكتر من 90 جايزه وقدر يكسب منهم 30. قصه المسلسل عن 2 محققين وهما راست ومارت، بيحققوا في واحده من قضاياهم القديمه اللي حصلت في سنه 1995، وهي قضيه دورا لانج اللي بيكتشفوا ان قاتلها لسه حر في الشوارع. ودلوقتي بقى واجب على المحققين ان هم يتذكروا تفاصيل القضيه، خصوصا لان كتير من الاوراق والادله اتعرضت للتلف بسبب اعصار حصل في لويزيانا، وبيبداوا بقى يكتشفوا تفاصيل غريبه وادله بتوديهم لطريق مظلم. مسلسل ترو ديتكتيف المثير للاهتمام بقى ان اول ما نزل المسلسل ده، كاتب المسلسل نيك فيزالتو قال ان المسلسل هينزل على 3 مواسم وكل موسم بفكره مختلفه. بس انا الموسم الاول يعني اقدر اقول بالنسبه لي ان هو وصل لمرحله الكمال في المسلسلات، طبعا كمال لله وحده يعني، بس انا بكلمكم دلوقتي في حاجه ثانيه. يمكن هو المسلسل الوحيد اللي اقدر اقارنه بجيم اوف ثرونز وبريكنج باد بالنسبه لي. هنروح بقى لتقييم المسلسل على اي ام دي بي، واخد 9 من 10. اما بقى تقييم الشخص المتواضع فهو 9.5 من 10. وبكده تنتهي قائمه المسلسلات في الفيديو اللي بفكركم ان هو كان من غير ترتيب، ولكن لو عجبكم وشفت تفاعل واراء كتير يعني على الفيديو فممكن نعمل جزء تاني. انا ما عنديش مشكله عامه، بس اهم حاجه ان انتوا تعملوا لايك، تشترك في القناه لو دي اول مره تشوفني، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه ده لو حابب تشوفني تاني. بس كل ده يعني اللي بطلبه منكم ان انتوا توصلوا الفيديو 3000 لايك. ولو عايز تتواصل معايا هسيب لك الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، بنزل عليهم محتوى هسيبهم لك تحت في الديسكربشن. وبس كده، انا على اسماعيل نوناز موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام. ياه، كل دي مسلسلات.